السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشنا كتير يا اولاد. عامل معاكم النهارده روتين. كلكم بقى تدعوا لي يا اولاد كده ان انا تعبانه، ان ربنا يشفيني كده ويخفف عني يا رب. مش عشان انا تعبانه بقى هموت العيال من الجوع، لا، العيال ولادي كانوا صايمين. ربنا يعينهم ويقوهم يا رب كده ويخليكوا كده ليا وما نحرم منكم ابدا. عملت لهم بطاطس كده بصلصه يا ولاد. وعملت رز ابيض، وعملت بردك الشوربه بتاعتي حلوه وزي الفل اهي. كل حاجه كانت اتطبخت خلاص، خلصت. مش عشان انا تعبانه وكاشفه وكان متعلق لي محاليل او ان انا كده لا اسيب ولادي من غير اكل. حتى انا شكلي في الفيديو تعبان ازاي وعيوني دبلانه. محدش قال لي الف سلامه عليك يا بيبي. ما علينا. المهم يا اولاد بقى ايه عملت للعيال؟ شو الدنيا النهارده كانت حاطه شتاء عندنا، بقى شتاء عوام الدنيا عايمه كده والعيال بردانين. قلت بقى يا بنتي يا زوزة قومي كده اذبحي لهم بطايه حلوه من على السطح، واعملي لهم شويه طبيخ كده يرموا عظمهم بهم ويدفوهم في الشتاء ده. فقلت للعيال اعمل لكم، شوفوا البتاع سخنه ازاي، البطايه سخنه على ايدي سخنه، اصلا انا رقيقه يا اولاد مش بستحمل. المهم بقى ايه، قمت قايله كنت قلت لهم يا اولاد اعمل لكم عدس النهارده يدفوكوا يدفيكوا. قالوا لي لا يا ماما ما تعمليش عدس، اعملي لنا بطاطس. قمت عامله لهم بطاطس. انتوا عارفين ان احنا هنزرع وعايشين على البطاطس. عملت لهم بقى بطاطس ورز ابيض وشويه شوربه حلوين كده يستاهلوا بقكم. كل اللي بياكل عنده الشوربه دي يا اولاد والله العظيم بيقول لي تسلم ايدك يا زوزة. الشوربه بصوا، حاطه كل الحب اللي في قلبه كله في قلب حله الشوربه دي. المهم بقى ايه، كل حاجه حمر بقى البطايه وكل حاجه جهزت خلاص على الغريب. فحمر بقى البطايه وياكلوا الرز بقى كده سخن. ربنا يا رب يعيني ويقويني ويعينكم ويقويكم يا رب، ويجعل ايامكم كلها خير وبركه وحب وسعاده يا اولاد. المهم بقى انا عملت الاكل ده وما كنتش عارفه ان امي واخواتي جايين لنا النهارده. فهم برضو جايين كلوا ايه من الاكل ده. يعني بصوا زي ما بيقولوا ايه، انت بتعملي الاكل وما انتش عارفه مين اللي هيجيلك ومين اللي هياكل منه. فربنا بيجعل في الحاجه البركه. يعني البطايه دي كل منها اختي وولادها، واحمد اخويا ومراته وولاده وماما وانا وولادي، وسبحان الله البطايه كفتنا كلنا. فالبركه دي حاجه من عند ربنا. شايفين يا اولاد شكلي تعبان ازاي وعيوني تعبانه ودبلانه؟ اه يا انا ادعوا لي يا اولاد ان ربنا يشفينا. عندي التهاب رئوي والله صعب قوي، وكان متركب لي محاليل من كتر ان هم ما كانوش لاقيين اورده في ايدي في جسمي. اتبهدلت والله العظيم، وجبت دم الدنيا يا اولاد والله. بس لازم اقوم واقف على رجليا واقوم اسند نفسي واسند ولادي. مين اللي هيعمل لي ومين اللي هياكل ولادي؟ واحنا في ايام حلوه وايام جميله وايام مفترجه. لازم احسسهم كده بالايام الجميله وايام الحب وايام الخير. الايام دي يا ولاد والله العظيم ما تتعوض. فانا بقوم بتغصب على نفسي حتى لو تعبانه وفي ايه. بقوم اعمل لاولادي. ما حدش هيعمل لهم الا انا. ولا ما بين لهمش ان انا تعبان، ما ببين لهمش ان انا تعبانه هشيلهم فوق منطقتهم ليه؟ لا. بقوم واتغصب على نفسي واقوم. ما انا يا ولاد جدعه و100 راجل، مش انتوا عارفين كده؟ ادعموا بقى الفيديو بلايكات كتير وتعليقات كتير. الهي تنستروا يا ولاد. يا ولاد حطوا لايك بقى ارحموني. خلاص انا كنت خلصت. شايفين يا ولاد الشوربه بتاعتي والله العظيم زي الفل زي العسل كده يا ولاد. كل الحب اللي في قلبي يا ولاد بحطه في قلب الاكل والله. والله يكون نفسي حلو قوي في الطبخ، لاني بحب كل الناس وبحب الدنيا كلها، وبحط كل طاقة الحب اللي جوايا في الأكلة. ببقى عاملة الأكل وأنا مبسوطة وأنا راضية. أصلا أنا بحب المطبخ، بحب أقف كده. لو قعدتني وعيشتني في المطبخ ليل ونهار انا مزهقش ابدا ولا اطلع منه. احب انضف المطبخ واحب اطبخ بقى. بصوا هاتوا اي حاجه كده وانا هطبخ لكم. شايفين البطاطس بتاعتي كده ايه مسبكه وزي العسل. وعلى فكره البطاطس ده انا عاملاها ني في ني والله. التومه بتاعتها نيه والبصله نيه، وفرمت الطماطم في الخلاط وحطيتها عليه وشويه زيت بس كانت عسل 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 كده. شايفين الاكل؟ والله العظيم الاكل ده يا ولاد شوفوا كان منه قد ايه. بس الحمد لله ربنا بيطرح في اي حاجه انا بعملها البركه. لان ربنا مبارك فيا وربنا يبارك في ولادي يا رب ويبارك فيكم. شايفين امي ايه قاعده بتاكل؟ يا ماما قاعده بتاكل اهو بتدوق الاكل جميل. قبل ما اغرف يا ولاد بقى، بس الفيديو كان اتلخبط معايا فقمت ايه دي البطايه اللي هي احنا كلناها دلوقتي وايه وانا لسه بحطها في قلب الحله. شايفين حطيت الحله كده وقمت ماسكاها مشوحه البطايه فيها كده. لما ايه بقت عسل كده وبقت زي الفل.
رجعت طب بقى بعيد لكم اللي انا عملته تاني يا ولاد، ما انت عشان تفكركم وتحطوا لايك بقى، حطوا لايك قلاتي نسيتر، وبحبكم يا ولاد والله العظيم، انتوا عيلتي واخواتي وحبايبي وظهر وسندي وكل حاجه ليا، انا بستقوى بيكم والله. تقريبا انا لخبطت الفيديو يا ولاد كده، بصوا انا بعيد لكم الشريط من اوله، وانا اللي بقوله بعيده. انا عارفه ان انتوا بتحبوني ومش بتزهقوا مني ولا من فيديوهاتي ولا من كلامي، وانا كمان بحبكم أوي والله العظيم يا اولاد والله. اليوم اللي مش بطلع فيه لايف معاكم بحس ان ناقصني حاجه، لان انا اتعودت عليكم، لان انتوا خلصت 50,000 مشترك يا اولاد والله العظيم، كلكم مقدمين ومحترمين واخواتي وحبايبي وعلى راسي. اه جايبه، انا قمت قايله كمان لما اعمل بقى ايه، شويه مكرونه برضه، كيس مكرونه، عشان العيال بقى كانوا كتير والعيال كانوا جعانين. قمت قايله اعملي يا بنتي يا زوزة بقى كمان كيس مكرونه بقى، يلا اصرفي وكلفي. قمت عامله حمره كده في السنتم زي ما انتم شايفين يا ولاد، في معلقتين زيت، وضربت الطماطم في الخلاط. عايزين بقى سر حلو قوي في المكرونه، بقوم عامله المكرونه كده وما بسلقش المكرونه وارجع احطها في الصلصه، لا انا بعمل كده يا دوب الصلصه، الطماطم عندي تاخد غلوه بس كده على النار، واقوم ماسكه حاطه فيها المكرونه بقى. بصوا دي طريقه المطاعم في المكرونه، يلا كلكم استفادوا يا اولاد استفادوا. اه حطيت كيس المكرونه، كنت جايبه نص كيلو مكرونه حزين كده، قمت قايله يا بنتي يلا اعمليه مش مشكله يا بيت، قمت عاملاه وكان زي الفل زي العسل. هتشوفوا الوقت المكرونه وانا بغرفها كده، بصوا عسل سايحه ببعضها كده، سايحه صيصه كده سايحه. بصوا انا سيحوا الدنيا على بعضها يا اولاد، وحبوا بعض يا اولاد، رجعوا ايام الحب بتاعت زمان، وايام الود يا اولاد، وايام صلة الرحم والايام الجميلة. السلام عليكم.